السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. بإذن الله هنبدأ مع بعض كورس كانفا. إن شاء الله هنبدأ مع بعض طريقة التسجيل من البداية خالص، إزاي إن أنا أقدر أسجل على موقع كانفا أو البلاتفورم الخاصة بكانفا. بدخل على أي متصفح أو أي براوزر عندي. أنا هدخل من جوجل كروم، تيجي إن أنا أضغط على جوجل كروم. من جوجل كروم باجي في السيرش، ببتدي ان انا اكتب كانفا. مجرد ما ببتدي ان انا اكتب الحروف بتاعت كانفا يجيب لي canva.com. بضغط على انتر. هنبتدي نسجل داخل موقع كانفا. انا طبعا كنت مسجله قبل كده، عندي مسجله بايميلات برو، وعندي مسجله بايميلات فري، بس خرجت من الحسابات دي كلها عشان ابتدي اسجل معاكم من البدايه عشان نعرف ازاي نسجل على الموقع لاول مره. كمان عندي ان انا بيبقى لازم يكون عندي ايميل جيميل يكون متفعل عندي على اللاب بتاعي، علشان بمجرد ما اجي اعمل ان انا عايزه ادخل من ساين اب يظهر لي كل الايميلات الموجوده عندي. هبدأ معاكم واسجل بايميل جيميل ما سجلتش فيه قبل كده عشان تشوفوا شكل الواجهة نفسها بيبقى عامل ازاي. هختار الايميل. انا لازم يكون عندي ايميل جيميل موجود بالفعل عندي على اللابتوب بتاعي مسجله، عشان اول ما ابتدي ان انا اسجل يدخل معايا على طول. انا ضغطت هنا على اني هدخل بايميل جيميل. هنا اول ما ابتديت ان انا اسجل بايميل جيميل هيبتدي يديني بعض السيتنج او بعض الاعدادات اللي ابتدي ان انا اظبطها، وبعد كده بعد يعني ايا كان الاعدادات اللي موجوده معايا دلوقتي اقدر ان انا اغيرها من جوه تاني. يعني لو انا اخترت حاجه هنا وحابه ان انا ابتدي اعدل فيها بعد كده، هبتدي اعدل فيها من السيتنج الخاصه بالكانفا من جوه. هنا طبعا انا هستخدمه كبيرسونال بروجكت. ده هنا حساب شخصي. لما ابتديت ان انا ضغطت على استخدام شخصي بدأ ان هو يفعل معايا موقع كانفا. هو طريقة التسجيل بتاعته سهلة جدا، ان انا بمجرد ما بدخل ايميل الجيميل بتاعي دي الواجهة الرئيسية بتاعة الموقع نبتدي ان احنا نتعرف عليها. طيب انا اول هنا ما فتحت الواجهة الرئيسية بتاعتي، اول ما بدأ ان هو يدخلني على موقع كانفا جاب لي هنا او فعل لي الايكون الخاصة بالتمبلت. فعل لي الايكون الخاصة بالتمبلت، فانا هبتدي ان انا ارجع على الايكون الخاصة بالهوم عشان اعرف الصفحة الرئيسية بتاعة الموقع بتتكون من ايه. هنا قال لي ان الموقع الرئيسي بتاع كانفا بيتكون من السايد بار اللي هو الجزء الموجود في الجزء الايسر، ده اسمه السايد بار. عندي هنا الجزء العلوي دوت اسمه التوب بار، وده موجود في السيرش. بعد كده كل الايكونز الصغيرة دي او اللي هي الاستخدامات الخاصة بالموقع كانفا دي اسمها المين داشبورد. يبقى انا هنا بقسم الصفحة الرئيسية بتاعتي لثلاث اجزاء. عندي هنا السايد بار الجزء الموجود الجزء الايسر، بعد كده التوب بار الجزء الموجود في السيرش، بعد كده المين داشبورد كل الايكونز الموجودة زائد الايه ريسنت، يعني اي المفروض بروجكتات هعملها بعد كده او اي ديزاينات المفروض انها تظهر تكون موجودة عندي هنا. طبعا هنا انا لسه ده لان ده ايميل جيميل جديد، ما لسه ما فيش اي ديزاينات او اي بروجكتات اتصممت عليه. طيب عايزين نعرف انا لو عايزه اعمل ديزاين جديد ايه طرق ان انا ايه الطريقه ان انا اعمل منها ديزاين جديد. قال لي في اكتر من طريقه هبتدي ان انا استعرضهم لكم دلوقتي، وبعد كده نطبق كل طريقه لوحدها. اول طريقه لو انا عايزه اعمل ديزاين جديد ممكن من السيرش. يعني لو انا عايزه اعمل برزنتيشن تعليمي ابتدي في السيرش اكتب برزنتيشن تعليمي، هيجيب لي كل التمبلتس الخاصه بالبرزنتيشن، وابتدي ان انا اختار منها التمبلت جاهز واعدل عليه. دي اول طريقه من السيرش. تاني طريقه من الايكونز الصغيره دي، وده احنا قلناه في السكشن، دي الاستخدامات اصلا بتاعه كانفا. يعني اقدر من خلال كانفا ان انا اعمل الشيت،
اقدر من خلال الكانفا ان انا اعمل دوكيمنت، وثيقة، اقدر ان انا اعمل وايت بورد اللي هي السبورة البيضاء، اقدر ان انا اعمل برزنتيشن اللي هي العرض التقديمي، اقدر ان انا اعمل ديزاينات خاصة بالسوشيال ميديا، ان انا اقدر ان انا ارفع اي فوتو، اي صورة، وابتدي ان انا اعمل عليها اديت، اعدل على الصورة دي، اقدر ان انا اعمل من خلالها فيديو، اقدر ان انا اعمل من خلالها ويب سايت، كمان اقدر من خلالها ان انا اعمل ديزاين بمقاساتي الخاصة، يعني مش تمبلت واعدل عليه، او يعني قالب جاهز وابتدي ان انا اعدل عليه او اغير فيه، لا ده يكون ديزاين خاص بيا بمقاساتي، بالواني، بالتكست الخاص اللي انا عايزه اكتبه، بالباك جراوند، الخلفيه اللي انا عايزه احطها، كل ده بقدر ان انا اعمله من الكاستمايز سايز، الكاستم سايز. ابلود ان انا اقدر ان انا ارفع اي ميديا انا عايزاها، اقدر ان انا ارفع اي صوره وابتدي ان انا اعدل عليها، زائد كمان ان انا لو ضغطت على مور بيديلي استخدامات تانية للكانفا. يبقى انا دلوقتي علشان اعمل اي ديزاين، ان انا اكتب في السيرش، او ان انا اكتب ان انا اختار من الايكونز دي، او ان انا اضغط على علامة البلس، علامة الزائد اللي هي علامة الكرييت، دي تالت طريقة. طب رابع طريقة عندي من البروجكت، عندي رابع طريقة من البروجكت، اقدر ان انا من خلال البروجكت اشوف الديزاين اللي انا عايزة ابتدي اصممه، او من خلال الايكون الخاصة بالتمبليت، ان انا من خلال التمبليت دوت اقدر ان انا اختار، مثلا لو انا عايزة اشتغل على برزنتيشن يبقى انا بدور على التمبليت الخاصة بالبرزنتيشن. فدي اكتر من طريقة لو انا عايزة ابتدي اصمم الديزاين بتاعي. تعالوا بقى نبدأ كده نشتغل. لو انا ضغطت هنا على البرزنتيشن، انا عايزة مثلا دلوقتي ان انا اصمم الديزاين، او الديزاين ليا ديزاين مثلا برزنتيشن. لو ضغطت هنا على البرزنتيشن، بمجرد ما ضغطت عليه جاب لي الصفحة فاضية تماما، وانا هبتدي ان انا احط ابتدي ان انا اصمم البرزنتيشن بتاعي. طيب هنرجع تاني، هو فتح لي في تاب جديد، فهرجع تاني للتاب القديم بتاعي. دي طريقة السيرش، دي طريقة الايكونز. الطريقة الثالثة اللي هي من علامة البلس اللي هي علامة الزائد، لو ضغطت على علامة الزائد يبتدي يقول لي كرييت ديزاين. ايه الديزاين اللي انت عايزه تصمميه؟ كل الحاجات دي، كل الحاجات اللي موجوده هنا دي كانت موجوده بره في الهوم. ولو ضغطت على مور يبتدي ان هو يجيب لي ديزاينات كتيره، ديزاينات خاصه بالكورس، ديزاينات خاصه بالانستجرام، ديزاينات خاصه بالبوستر، لو عايزه اصمم بوستر، لو عايزه اصمم كارد. في حاجات كتيره جدا 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 في المور، هنبتدي ان احنا نتعرف عليها سيكشن بسيكشن ان شاء الله. اذا ضغطت برضو هنا على البرزنتيشن هيبتدي يقول لي انت عايزه برزنتيشن انت بتصمميه من الاي تو زي، يعني من البدايه للنهايه، ولا عايزه تستخدمي تمبلت جاهز وتبتدي انت تعدلي عليه. يعني ممكن ناخد اي تمبلت جاهز من هنا ونبتدي نغير بدل الكلمه المكتوبه داخل السلايد دي، نبتدي ان احنا نعدل عليها، او نعدل على الالوان، نعدل على الخلفيه، نعدل على الصور، احذف الصور الموجوده واضيف صور جديده. ده لو انا خدت تمبلت جاهز. طيب لو انا عايزه ان انا اصمم من البدايه للنهايه، يبقى بختار برزنتيشن او تمبلت امبتي، فاضي تماما، بمقاسات معينه انا عايزه استخدمها، والمقاسات بتظهر معايا هنا بمجرد ما بقف على على الجزء الخاص بالبرزنتيشن. طيب عندي كمان حاجه اسمها الكاستم سايز. الكاستم سايز بيفتح معايا ايه المقاسات الستاندرد اللي انت عايزه تحطيها. يعني مثلا انا عايزه اصمم ديزاين بمقاسات معينه، ايه الطول والعرض والوحده القياس اللي انت هتستخدميها. هنا ببتدي احط المقاس بتاعي في الطول والعرض، وعندي هنا في اليونت اللي هي وحده القياس عندي 4 وحدات. تعالوا نعرف الفرق ما بينهم. هنا عندي البي اكس دي وحدة قياس البكسل، عندي الان دي وحدة قياس الانش، عندي الام ام دي وحدة قياس المليمتر، وعندي وحدة قياس السي ام اللي هي السنتيمتر. ايه الفرق ما بينهم؟ البكسل دي انا هستخدمها لو الديزاين بتاعي هيبقى هعرضه بشكل رقمي، يعني هعرضه على السوشيال ميديا، يبقى انا بعمل ديزاين معين علشان استخدمه استخدامات
ان انا اعرضه بس. طب لو الديزاين اللي انا بعمله دوت هطبعه، يعني ديزاين معين هطبعه على تي شيرت، او هطبعه على مج، او هطبعه في شكل بوستر، او الحاجه اللي انا بصممها هتطبع، يبقى انا بستخدم الانش. طيب لو الحاجه اللي انا عايزه اطبعها بس هطبعها طباعه دقيقيه بتفاصيل دقيقه، هستخدم المليمتر. طيب لو انا الديزاين اللي انا بصممه عايزه اطبعه طباعة مثلا تتوافق مع ال A3 وال A4، الطباعة اللي احنا بنطبعها في الورق الطبيعي بتاعنا، يبقى انا هستخدم الايه السنتيمتر. طيب اكتر حاجات هنستخدمها مع بعض، هنستخدم البكسل ده لو الحاجات دي انا هعرض الديزاين بتاعي، او هستخدم الانش لو هطبع الديزاين اللي انا هشتغل عليه. الحاجات دي هتوضح معانا ان شاء الله مع تكرار السكاشن. طيب انا ممكن هنا ابتدي ان انا احط مثلا الديزاين بتاعي اللي انا عايزه اصممه، المقاسات بتاعته، المقاسات بتاعتي. احنا كده اتعرفنا على الايه، على الجزء الخاص بالكاستم سايز. لو انا عندي ديزاين معين بمقاسات معينه، يبقى ابتدي ان انا اضغط على الكاستم سايز وادخل المقاسات واختار اليونت الوحده المناسبه معايا، وابتدي اضغط على كرييت نيو ديزاين. يبقى ده ديزاين بمقاسات معينه. اما باقي الحاجات دي كلها خاصه بتمبليت، يعني اول ما بضغط على اي حاجه، لو ضغطت على الفيديو يبتدي يجيب لي تمبلت خاصه بالفيديو، اخد اي تمبلت منها وابتدي ان انا اعدل على الوانها، اعدل على الصور الخاصه بيها، اعدل على التكست، اعدل على الباك جراوند. كل الحاجات دي ايه متاحه. هبتدي ان انا اقفل الشاشه دي من علامه الاكس. طيب قلت ايه كمان، اقدر ان انا اعمل كرييت ديزاين منين تاني؟ من البروجكت. لو ضغطت على البروجكت هنا بيقول لي دي البروجكتات بتاعتك. المفروض برضو ان احنا بعد ما نشتغل هيظهر هنا عندي كل البروجكتات اللي انا اشتغلتها قبل كده، منها برضو بيجي لي شاشة الكرييت ديزاين. بمجرد ما بضغط على الكرييت ديزاين جاب لي نفس الشاشة. وهنا عندي حاجة تانية اسمها كرييت فولدر. كرييت فولدر ان انا هعمل مجلد. طب ايه اهمية الحاجة دي؟ اهمية الحاجة دي ان احنا ان شاء الله مع تكرار الديزاينات اللي احنا هنعملها هتلاقي عندك بروجكتات كتيرة وديزاينات كتيرة جدا. يبقى انا هبتدي ان انا اعمل كرييت فولدر، مثلا المجلد الاولاني بتاعي واسميه برزنتيشن، بحيث ان اي ديزاين انا صممته خاص بالبرزنتيشن ابتدي احطه داخل الفولدر ده او داخل المجلد ده. واعمل برضو كرييت فولدر تاني واسميه مثلا فيديو. اي فيديو عملته ابتدي ان انا ادخله جوه الفولدر ده، بحيث ان الشغل بتاعي كله في البروجكت يبقى منظم. لو عايزه ارجع اعدل على حاجه تاني بدخل على الفولدر دوت وابتدي الاقي الديزاين اللي انا صممته. طيب لو انا عايزه انشئ مجلد بعمل كرييت فولدر، وابتدي ان انا من الفولدر نيم اسمي الفولدر ده بتاعي، وليكن انا هسميه برزنتيشن. سميته برزنتيشن واقول كونتينيو. كده ده انا انشأت عندي اول فولدر. طيب لو انا عايزه ادخل التصميم بتاعي، بمجرد ما ضغطت على الفولدر هيقول لي هنا اد ديزاين. لو انا عندي اصلا ديزاينات بالفعل انا مصمماها، بمجرد ما بضغط على اد ديزاين يبقى من اد ديزاين. لو انا بالفعل عندي ديزاينات بره انا صممتها اقدر ان انا اضيفها داخل الفولدر ده، او ان انا من داخل الفولدر بقى. يعني انا ممكن انشئ الخطوه الاولى ان انا اعمل فولدر، وبعد كده انشئ الديزاين داخل الفولدر. في نفس الشاشه الخاصه بالكرييت كرييت ديزاين، ومنها بقى اختار البرزنتيشن، ابتدي يا اما اختار تمبلت اعدل عليه، يا اما ان انا اختار امبتي بروجكت، امبتي يعني بروجكت فاضي، وابتدي ان انا اصمم البروجكت بتاعي. هرجع تاني للهوم. يبقى احنا كده خدنا الهوم بتاعتي. الهوم بدأ يظهر فيها الفولدر اللي انا عملته، هيظهر بقى فيها كل الديزاينات الخاصة بالتصاميم اللي انا هصممها. يبقى احنا كده خدنا، اتعرفنا على الكرييت، وتعرفنا على الهوم، وتعرفنا على البروجكت. التمبليت الخاصة بالموقع نفس الحاجات برضو دي. هنا في تمبلت خاص بالبرزنتيشن، تمبلت خاصة بالبوستر،
تمبلت خاصة باللوجو، تمبلت خاصة بالانفيتيشن، كل الحاجات دي هنتعرف عليها ان شاء الله. في حاجة اسمها البراند، ودي عليها علامة التاج. معنى انها عليها علامة التاج الذهبي دي يبقى دي حاجة خاصة بالبرو، يبقى لازم اكون مفعلة البرو عشان اقدر استخدم الايه الخاصية دي. طب الخاصية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بعمل براند معين. البراند المعين ده بيتطلب مني ان انا اكون مخصصة الوان معينة، مخصصة خطوط معينة، ببقى عاملة لوجو معين علشان لما اجي يبقى الحاجات دي خاصة بالبراند ده. لما اجي اصمم اي حاجة او اصمم اي ديزاين خاص بالبراند ده، ابتدي اكرر نفس الالوان، نفس اللوجو، نفس الخطوط، علشان يبقى البراند دوت مستقل بالالوان والخطوط واللوجوهات، فببتدي ان انا احفظه هنا عندي في البراند. لكن الجزء دوت احنا مش هنستخدمه لان هو برو. عندي كمان ايكون خاصة بالكانفا اي اي، يعني جزء مضاف ليا بالذكاء الاصطناعي، وان شاء الله برضو نبتدي نشتغل عليه، نعمل فيديوهات او نعمل اصوات خاصة بالذكاء الاصطناعي. ممكن ان انا كمان اعمل برزنتيشن خاص بالذكاء الاصطناعي، ونبتدي نتطرق للحاجات دي ان شاء الله. عندي في الثلاث نقط، عندي من خلال الثلاث نقط جزء خاص بالابس، تطبيقات برضو اقدر ان انا اشتغل عليها مع الكانفا. باقي الحاجات دي برضو ان شاء الله هنتعرف عليها. طيب هناخد حاجة دلوقتي، حاجة مهمة. انا دلوقتي الواجهة بتاعة الموقع بتاعي شغالة بالانجلش. طب لو انا عايز احول الواجهة بتاعتي من الانجلش للعربي، بحولها منين؟ باجي عند الايكون الصغيرة الخاصة بالايميل بتاعي، ابتدي ان انا اضغط عليها واضغط على السيتنج، اضغط على الاعدادات. ومن الاعدادات ببتدي ان انا عند الجزء الخاص باللانجوج بغير اللانجوج بتاعتي من الانجليش، بغيرها الى الايه العربي. لو انا كتبت عربي هيجي لي هنا نختار العربي الخاص بمصر، ومجرد ما ضغطت على العربي هيبتدي يحول لي الواجهة بتاعتي الى واجهة من عربي لانجليش. ابتدي هنا كل الحاجات دي كلها هتلاقيها مترجمة عندك. الصفحة الرئيسية لو رجعنا لها تاني هتلاقي كل الأوامر الإنجليش اللي كانت مكتوبة اترجمت للعربي. كل القوالب برضو اللي كانت موجودة عندي هتلاقيها اترجمت للعربي. طيب احنا هنشتغل على ايه مع بعض في السكاشن؟ احنا هنشتغل ان شاء الله على الواجهة الإنجليش، هنعرف المصطلح إنجليش والترجمة الخاصة بيه بالعربي، بحيث ان احنا بعد كده واحنا بنتكلم مع بعض يبقى بنتكلم بالمصطلح الانجليش عارفينه ايه والمصطلح العربي عارفينه ايه. طيب برضو ما تمنعش ان احنا ممكن ان انت تحولي انت بنفسك تحولي الواجهة لعربي وترجعي تحوليها الانجليش تاني لو في حاجة عايز تفهميها او في حاجة عايزة تشتغلي عليها. لكن احنا مع بعض ان شاء الله نشتغل على الواجهة الانجليش. هنرجع تاني للاعدادات، وزي ما قلت لكم ان احنا كان واحنا بنسجل في البداية بايميل الجيميل كان عندي ان انا قلت لكم دي من الاعدادات اللي ممكن اغيرها بعد كده، ان انا اخترت ايه الغرض اللي انا داخله فيه في كانفا. كنت استخدمته بيرسونال، كان شخصي، اقدر ان انا ارجع تاني واعدل فيه. ممكن احنا نستخدمه كمدرس. ليه هستخدمه كمدرس او هستخدمه كطالب؟ يعني مدرس او طالب بيديني مميزات في الفري، يعني مميزات في الايميل الفري اللي انا شغاله عليه خاصه بالتعليم، يعني خاصه بقوالب بيديها لي زياده خاصه بالتعليم. لو انا رجعت استخدمت الغرض اللي انا عايزاه اللي هو يكون تيتشر او مدرس، ورجعت تاني صفحه الهوم، وبعد كده رجعت للقوالب بتاعتي او رجعت للكرييت وعملت ريفرش، هنا بدأ يجيب لي اعدادات خاصة بان انا بحول الكانفا بتاعي من ان انا كنت بحوله بيرسونال من شخصي بحوله الى تيتشر او مدرس. هنا بيقول لي لو ليكي بريد الكتروني للمدرسة ابتدي دخليه، انا اقول له ليس لدي بريد، وبعد كده اعمل متابعة. بعد الخطوة دي لو رجعت تاني لعلامة البلس
اللي هي كرييت، هلاقي اتضاف معايا ايكون جديدة خاصة بالتعليم بقى فيها قوالب كتيرة جدا خاصة بالتعليم، ولو جيت هنا عملت عرض للكل هيظهر معايا تمبلت كتيرة خاصة بالتعليم. يبقى دي كلها تمبلت خاصة بالتعليم، اقدر ان انا اخد اي تمبلت منها واعدل عليه. هناخد بالنا من حاجة مهمة، كل التمبلت الموجود عليها التاج الذهبي دي موجودة في البرو، متاحة للبرو فقط. اما لو في تمبلت زي ده مش موجود عليه علامة التاج يبقى ده متاح معايا ان انا اخده وابتدي ان انا اعدل عليه. طيب نرجع تاني للواجهة الانجليش بتاعتي، هرجع على الايكون الخاصة بالايميل بتاعي، بعد كده اختار منها الاعدادات، من الاعدادات هرجع للغة واكتب انجليش، مجرد ما بضغط على انجليش هنا انا بختار الانجليش اليو اس اللي هو اليونايتد ستيت، نبتدي نضغط على الانجليش هيرجع لي للواجهة الانجليش تاني. نرجع للهوم، كده خلونا نراجع مراجعة سريعة احنا خدنا ايه. احنا بس خدنا الواجهة الرئيسية بتاعتي. اول حاجة ان احنا ازاي نسجل على الكانفا، بعد كده ابتديت ان انا اتعرف على الواجهة الرئيسية بتاعتي، اتعرفت على السايد بار واتعرفت على التوب بار، اتعرفت على المين داشبورد الموجود فيها ايه الاستخدامات او ايه الديزاينات اللي اقدر ان انا اصممها من خلال الكانفا. شوفوا الايكون الخاص بالإديوكيشن دي مكانتش موجودة معايا في البداية، هي اتضافت لما غيرت الغرض بتاع الكانفا من بيرسونال، من شخصي الى معلم او الى طالب، يبتدي ان هو يضيف لي التمبلت الخاصه بالإديوكيشن. كمان خدت ازاي ان انا اقدر ان انا اعمل ديزاين بمقاسات معينه من الكاستم سايز. كمان قدرنا ان احنا نتعرف ازاي ان انا انشئ ديزاين، عندي اكتر من طريقه اقدر من خلالها ان انا اعمل ديزاين داخل الكانفا. كمان من البروجكت عرفت ازاي ان انا ابتدي انظم الشغل بتاعي بفولدرات واسمي الفولدر بتاعي باسم معين. عرفت كمان ازاي ان انا اغير الواجهة بتاعة الكانفا، اقدر ان انا اغيرها من العربي للانجليش ومن الانجليش للعربي عن طريق السيتنج، وقدرت ان انا اضيف الايكون الخاصة بالإديوكيشن من ان انا اغير الحساب بتاعي من بيرسونال من شخصي الى تيتشر اللي هو معلم. ده كان سيكشن بسيط، ده سيكشن البداية. بإذن الله من السيكشن الجاي نبدأ ان احنا ناخد تمبلت معين ونبتدي نعدل عليه، او ان احنا نعمل ديزاين من البداية بسايز معين او بحجم معين انا محتاجاه. ابتدينا كمان احنا خدنا في السكشن ده ازاي ان انا افرق بين الوحدات اللي هي البكسل والانش والمليمتر والسنتيمتر. يا رب يكون سكشن خفيف، وان شاء الله اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.